أهلا بكل المتابعين في القناة. هتكلم النهاردة عن الجندي المصري الشهيد عند معبر رفح، عبد الله رمضان الله يرحمه. قبل ما اتكلم يا ريت الاشتراك واللايك والشير وتفعيل الجرس لازم علشان كلامي يوصل لأكبر عدد من الناس. انتوا عارفين طبعا ان الشهيد البطل عبد الله رمضان الله يرحمه كان بيدافع عن الأراضي المصرية. كان واقف عند معبر رفح في برج مراقبة، شاف اشتباك حصل ما بين المقاومة والاحتلال. كان قريب جدا من الحدود المصرية عند طريق فيلادلفيا. حصل ضرب نار عشوائي في كل الاتجاهات وصل للجنود المصريين. حصل ضرب على البرج نفسه، برج المراقبة. فطبعا من حق الدفاع عن الحدود المصرية الجندي المصري انه يعمل انذار الاول وبعد كده يضرب. عمل الانذار، راح شاف ان ضرب نار جه من ناحية الاحتلال. حصل طبعا اللي حصل ده، حصل ضرب نار بين اسرائيل ومصر. الجنود المصرية وقفت ودفعت عن الشهيد البطل عبد الله رمضان، ضربوا. حصل قتل 3 جنود من إسرائيل وإصابة 10 مصابين من إسرائيل. هم ما قالوش في الأول، بعد كده قالوا، ما قالوش إن في إصابات أو قتل، بعد كده قالوا تاني يوم قالوا إن حصل قتل وحصل إصابة. المقاومة ما قالتش إن هم ضربوا حد، المقاومة ما قالتش إنها ضربت حد من الاحتلال، ولكن الجنود المصرية هم اللي ضربوا بعد ما انضرب الأول برج المراقبة، انضرب الأول من النار منهم. الشهيد البطل عبد الله رمضان عمره 22 سنة من الفيوم. شيعت الجنازة في قرية بتاعته في الفيوم، وكان كبيرة جدا. أهله وأصحابه من الجنود ومن الضباط راحوا، وكانت كبيرة جدا، ولفوا الجثمان بعلم مصر. كمان في كلام كدبة بيقولوا ان هو مش شهيد واحد، ده هما 2. لا، هو شهيد واحد بس، ومفيش اصابات الحمد لله من الجنود المصرية. مفيش الا هو الشهيد عبد الله رمضان بس، مفيش اصابات عندنا. ولكن في 3 جنود من الاحتلال ماتوا، واصابة 10 من الاحتلال. في كلام كتب تاني برضو بيقول ان ده المصري هو اللي ضرب الاول. هو ده كلام كتب طبعا. وفي ده كلام من ناحية الاحتلال اللي بيقولوا الكلام ده. في كلام تاني كتب برضو بيقولوا ان حماس هي اللي ضربت جندي مصري، برضو ده كتب، برضو الكلام ده كله كتب. مصر واقفة بتدافع عن الأراضي المصرية، وكمان بتدخل مساعدات لفلسطين. بالرغم من الأزمة الاقتصادية اللي عندنا، بنساعد فلسطين بمساعدات كتير جدا. معبر رفح مفتوح على طول، احنا كنا فاتحين المعبر على طول، بندخل مساعدات وبرضه بنتشتم. بنعمل هدنة، وبنحاول وقف ضرب النار، ونوقف الحرب دي ضد غزة. كل ده بنحاول نعمل هدنة، بنحاول يعني نحل المشكلة ونعمل فلسطين يبقى ليها دولة، كل الكلام ده. وبرضه بنتشتم. مصر بتتشتم أكتر من إسرائيل نفسها. يعني كتير من أشخاص من الدول العربية بيشتموا مصر أكتر من إسرائيل، عايزين مصر تحارب لوحدها وهما بيتفرجوا عليها، مع إن مصر حاربت من 48 لغاية دلوقتي، وناس ماتت كتير وشهداء ماتوا كتير. أنا قلت كذا مرة، عمي توفى في حرب 67، ومن عيلتي كتير اتصابوا في 67 عشان القضية الفلسطينية. واحنا عايزين حل بقى لدولة فلسطين، ويبقى ليها دولة مستقلة. كل ده احنا عايزينه. مصر مات منها شباب أبطال كتير غير الشهيد عبد الله رمضان الله يرحمه، علشان فلسطين وعلشان دفاع عن مصر. في دول عربية
عندها قواعد أمريكية بتتكلم وتقول مصر لازم تحارب، وهي قاعدة عندها قواعد أمريكية عادي، سايبينها عادي. في دول عربية كمان بتشتم السيسي، يقولوا السيسي ده أصله يهودي، دي مامته مغربية يهودية. ده طبعا الكلام ده كذب وتهريج، مفيش حد يخش كلية عسكرية لازم يكون مصري، ومامته تبقى مصرية وباباه مصري وجده كمان وجدته لازم يكونوا مصريين. اما بيقولوا دي مغربية يهودية كمان، ما ينفعش الكلام ده، كذب الكلام ده، لازم يكون من اصل مصري. ودايما يخونوا الرئيس السيسي، مع ان الخاين هو محمد مرسي. كان موافق على الصفقة ان دخول الغزاوية لسيناء، وده مطلب اسرائيلي طبعا، هو اصل اسرائيل عايزة كده اصلا، انها تهجر الفلسطينيين كلهم والبلد تبقى ليها هي لوحدها. محمد مرسي كان هيعمل كده، وكان موافق، كان هياخد فلوس وموافق عن دخول الفلسطينيين في سيناء. أنا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدافع عن مصر، هو مش مسؤول إنه يخش حرب في فلسطين إلا إذا الاحتلال دخل مصر، فهيدافع عن مصر. في آخر الحلقة ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعيل جرس، مهم جدا علشان يجيلك إشعار الفيديوهات الجديدة. كمان اتفرجوا على الفيديوهات القديمة واستنوا في فيديوهات جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.